بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه كيف طلعت من معبر راس جدير. شوفوا الشاحنات، بالله شوفوا الشاحنات، شوفوا اخوتي الشاحنات، مش معقولة بالكم الهائل هو اللي يحكوا عليه مز الواقع. شوفوا الشاحنات، شوفوا معاناة سواق الشاحنة قداش. أول شخص كنت نهدرز عليه تلاقينا في التأمين، طبعا قال لي 3 أيام، يعني اليوم الرابع. طبعا اليوم موش حاسبة، هو قريب يطير إن اليوم موش حاسبة، يعني اليوم الرابع وعند الأمور عادي. يعني شنو هي اللي احنا بنجيبوه منها تونس المنجنيق؟ يعني ليش العرقلة هذه كلها؟ ليش هذا؟ معاش تبادل تجاري، راه معاش فيه تبادل تجاري. طبعا تونس بلاد حضارة، أختنا الشقيقة، كيف ما تبوا تفهمها. ربي يحفظها تونس إن شاء الله وربي يحماها. طبعا احنا لا غنى عليها، لكن مش معقولة للدرجة هذه. طبعا الفيديو بنسكر لحظة قدامي بوابة ونرجع بعد البوابة مباشرة، وشوفوا الزحمة وشوفوا الكم الهائل من الشاحنات. طبعا هذه نهايتهم. تو هنا قدامي بوابة، بعد البوابة نفتح. طبعا كيف فوت البوابة، التكملة كيف فوت البوابة هذه تكملة الشاحنات المجموعة، الكم الهائل. يعني ان شاء الله ربي يكون في عونهم، والله ان شاء الله ربي يحفظهم. والله انهم يعانوا في معاناة هذه خاطر الرشوة والرشوات، الرشوة والمحسوبية. نعرف يحكوا، هو قال لك نعلمك في الكذب يا شيخ، قال نسمع نقوله. يحكوا قال لك اللي بيفوت ب 500. طبعا مني قال لك؟ قالوا لي هم جماعة الشاحنات في التأمين. تو معقول انا بندفع 500؟ تو قداش البياج وقداش برا ديرني بعت النافطة زي ما يقولوا. بدي وضع بالهون، وضع مأساوي صراحة، وضع مأساوي جدا جدا جدا. فإذا كان لي 4 أيام وبيقعد في تونس 4 5 أيام، ثانيات 8، وبيقعد في الحظيرة ومروح 3 12، يعني 12 اليوم هو رب أسرة. يعني الموضوع. فيا وزير الداخلية فتحي بشاغة، والي مدنين محمد جرافة رئيس معبر راس جدير، وينكم الشيء اللي صاير هذا كله؟ وين تشبحوا فيه ولا ما تشبحوش فيه؟ ولا مسؤولين يعني بصفة عامة؟ والله إلا شيء يؤسف حقيقة. يعني أنا نخدم على راسي، عندي سيارة صغيرة نخدم على راسي، موصل العائلة من طرابلس لراس جدير، لكن اللي ريته حقيقة يعني تتأسف. وانتم مالكم تشوفوا في الفيديو برواحكم واحكموا انتم. أنا ما زال أيضا في بوابة ثاني قدام، تو مسكر فيديو، بعد البوابة بنعود لكم ثاني. يعني شيء يشابه الخيال. ما شاء الله. هاي ما زال خير، ما زال الخير، ما زال. بسم الله ما شاء الله. يعني تقول ما فيش ولا شاحنة قعدت في ليبيا، الشاحنات كلهم جو. معقولة 3 أيام؟ إذا كانك أنت طالب تحليل هذا بتاع تحليل كورونا، هذا NCDS هذا وش اسمه، هو طاح، هو 3 أيام طاح خلاص. أو البوابة هذه مش مسكر إنه ما فيش حد، هو 3 أيام طاح خلاص، مدة كل 3 أيام. يعني شنو المصلحة اللي دارها؟ يعني والله يا جماعة مش عارف، ولا غير زعم أنا زايدها حبتين ليبيين ونعرفوا بعض. والله إلا وجعني حالهم صراحة، يعني والله يوجعني حالهم، إن شاء الله ربي يكون معهم، وإن شاء الله ربي يعينهم وربي يوفقهم. والله إنكم كفيتوا ووفيتوا زي ما يقولوا. هاي هذه بعد البوابة. يجيك واحد راسه مربع يقول لك الكسكسي كان ب7 ولا ب9 وبتي ما كسكسي يا راجل، ما كسكسي. الحمد لله على فتح معبر، الناس تعاين وكذا، لكن انظروا للناس هيا زعما شن صاير فيها. هذه الناس هذه شن صاير فيها. هاي الشاحنات ما زال طابور مستمر. ديروني ليبي غيور، ديروني واحد راسه حتى انا مربع، ديرها بالضحكه واللعبه كيف تبها جيره. تفضل. يعني يعقد المكرونه ويعقد الشربه ويعقد حتى المرفوسه يديرها بعون الله هنا.
تفضل. والله انكم مجاهدين، اشهد بالله انكم مجاهدين. الواحد يتفرج بعينه هيك يدهش، مش لابين شاد الدور. مازال الخير، مازال الخير، مازال الخير. طبعا نجري بسرعة 120 انا. بسم الله ما شاء الله، مازال الخير. ويجيك شرطي تابع وزارة الداخلية يتقاضى في مرتبه اللي هو هاك خصصت لك الوزارة، يقول له اعطيني 500 وتفوت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا ما الراشي والمرتشي في النار، تمسك ليش عنده اللي بيدفع لك 500. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. شيء لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تفضل، مازال الخير، مازال. هذه نهاية السيارات، وإن شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. وفي الختام شن شعور آخر سيارة واقف زعمة؟ آخر سيارة هذه شن شعورها؟ يلا السلام عليكم.